حطيت 6 حبات بيض. انتي تقدري تسيي الوصفة ديالي غير ب3 حبات بيض، يعني ديري نصف الكمية. زدت معاها كاس سكر عادي، وإذا درتي 3 حبات بيض تقدري ديري نصف كاس سكر. جبت الباتور ديالي وقعدت نضرب فيها حتى يذوب السكر معايا. السلام عليكم، مرحبا بكم، ان شاء الله يلقاكم الفيديو ديالي بألف ألف خير يا رب. الوصفة تاع اليوم محبوبة الجماهير أو محبوبة الشعب ديالنا، ما كاش عائلة جزائرية ما تحضرهاش في الأيام العادية وحتى في الأعياد والمناسبات تكون حاضرة دائما. كاين اللي غيروا فيها بزاف، بصح الأصل ما نستغناوش عليه. بمكونات موجودة في كل منزل، 3 مكونات فقط، وانتي حضرتي الوصفة ديالنا. زدت معاها كاس إلا ربع زيت، ضفتو تدريجيا كما راكم تلاحظوا. طبعا بعد ما ذاب السكر ديالنا كما قلت لكم سابقا وتغير اللون المزيج تاع السكر والبيض كما راكم تلاحظوا صبح ابيض نوعا ما. نكمل نضيف كامل الزيت اللي عندي ونقعد ندخل فيها في العجين ديالي بهذه الطريقه. اذا كان ماشي متوفر عندك باتور تقدري تستعملي غير يدك او بالفوي. يلا غالياتي كامل نصلوا على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. وإذا حبيتي تضاعفي كمية الحلوى ديالك وما كانش عندك بيض بالكفاية تقدري تعوضي البيض ديالك بالحليب. غالياتي إذا كنتي أول مرة تزوري قناتي اضربي طلا فيها، شوفي الفيديوهات ديالي، شوفي المحتوى، وإذا عجبك ما عليك غير بالاشتراك في القناة مع تفعيل الجرس ليصلك كل ما هو جديد. بلا ما ننسى مشتركاتي الوفيات، نقول لكم شرفتوني ونورتوني كالعادة. نزيد معاها مبشور حبة ليمون أو لوزاز تاع الليم، كما تقدروا تعوضوها بفانيليا. من بعد نبدا نلم العجين ديالي، نضيف الفارينة طبعا بعد ما نغربلها باش نهوي الفارينة ديالي. كما راكم تلاحظوا ضيفوا الفارينة ديالكم تدريجيا، ما تقدروش تحكموا على المقادير في الفارينة، كل واحد او نوعية الفارينة ديالها وحجم البيض ايضا. زدت معاها 2 اكياس ونصف تاع خمارة الحلويات، يعني ضفت 2 كما راكم تلاحظوا، وزدت نصف كيس. هي ايضا نغربلها باش ما ديرش هذوك الحبيبات في العجين ديالي. انا الفارينه خدات لي كيلو فارينه، هاد 6 حبات بيض خداو لي كيلو فارينه. كما قلت لكم سابقا ما تحكموش على كميه الفارينه اللي ضفتها انا، كل وحده ونوعيه الفارينه ديالها وحجم البيض ديالها. كاين اللي البيض ديالها كبير، كاين اللي صغير، كل وحده كيفاه. ديري يدي هكذا صبعتي كيما بهذه الطريقه، ونبدا نحرك في الفارينه ديالي او العجين ديالي حتى نتحصلوا على عجينه متماسكه طريه نوعا ما، ماشي ما تديروهاش يابسه باش ما يجيكمش الكروكي ديالكم يابس. ديروها طريه. راني نشوفها مازال خاصها الفارينه، ضفت لها كميه من الفارينه كما راكم تلاحظوا. طبعا نقعد دائما نغربل الفارينه ديالي ونعاود ندخلها في العجين كما راكم تلاحظوا. وهنا بعد ما تحصلت على القوام اللي كنت حاباته نلم العجين ديالي كما راكم تلاحظوا. شوفوا العجين ديالي كيفاش يجي. من جهه اخرى كنت جبت سنيوه وفرشت لها ورق الطهي ودهنتها بشويه زيت. كما تقدروا ما تستعملوش ورق الطهي، تدهنوا مباشره السنيوه ديالكم بالزيت. هذه الكميه تاع العجينه نقسمها ل4 كرات، 2 كرات نديرهم في الصينيه و2 كرات في صينيه اخرى. انا الفور ديالي صغير، الصنيوه ديالي ايضا صغيره، على هذيك نطيبهم في 2 سنيوات، وانتم تقدروا تطيبوهم على خطره. نشكل الكروكي ديالي عادي كما تعرفوا تشكلوا الكروكي، ديروا حربوش طويل ونسووه بيدينا بهذه الطريقه اللي راكم تشوفوا فيها معايا. نورمالمون العمليه بسيطه كما قلت لكم سابقا، ما كاش عائله جزائريه او اسره
جزائرية ما تحضرش الكروكي في الأيام العادية ولا حتى في المناسبات. جبت صفار بيضة، زدت لها كمية من القهوة وندهن الكروكي ديالي من الفوق. كاين اللي يحب الكروكي ديالو بالشوكولا، كاين في آخر كي يطيب الكروكي ديالو يديرلو يدهنو بشوكولا ولا يديرلو خطوط بالشوكولا ولا يدهنو بكونفيتور ويديرلو مكسرات من الفوق ولا شوكولا ويدير لها نوا د كوكو من الفوق. كل واحد كيفاش يزين الكروكي ديالو. انا خيرت طريقة زمان، الوصفة التقليدية ديالنا اللي كنا نديروها غير بالبيض ونشبحوها بالفرشيطة كيما راكم تلاحظوا. ندخلو للفرن يطيب من التحت، وكي يطيب من التحت نزيد نشعلو من الفوق ياخد تحميره خفيفه. وتشوفوه معايا من جهه اخرى زدت كملت خدمت باقي العجينه اللي طات لي زوج حرابش ايضا كيما راكم تلاحظوا. وهنا بعد ما طاب الكروكي ديالي كيما راكم تلاحظوا خليته حتى برد تماما. هذا هو السر باش ما يتكسرش معاكم كي تكونوا تقطعوه، لازم تخلوا الكروكي ديالكم يبرد، ما تقطعوهش وهو سخون. هايك الكميه اللي طاتني، شوفوا كيفاش يجي حميمر، يجي شباب ويجي خفيف هايل طري. حبيبتي اذا عجبتك الوصفه تاع اليوم ما عليك غير بالاعجاب بالفيديو ومشاركته مع العائله مع الحباب اللي تاعهم الفائده على الجميع. خلوا لي في لي كومونتير ارائكم اذا عجبتكم الوصفه، اذا ما عجبتكمش اي وصفه حبيتوا تشوفوها معايا، اي اقتراح، اي حاجه حبيت نبدلها في القناه ديالي، اي نصيحه. ارائكم تهمني طبعا. بعد ما كملت طيبته كامل كيما راكم تلاحظوا، شوفوا كيفاش جا هايل حميمر شباب كيما قلت لكم. نروحوا نقطعوه مع بعض. اول نصيحه تخلوه يبرد تماما باش تقطعوه. ثاني نصيحه تستعملوا الموس، هذا ماشي الموس اللي يكون مسنن، باش ما يتكسرش معاكم وما يتفتتش. شوفوا كيفاش تقطعوا الحبه تقعد هي كيما راكم تلاحظوا. نقطعوا الكروكي ديالنا عادي كل وحده والحجم كيفاش تحبوا. كاين اللي تحبوا كبير، كاين اللي تحبوا عريض، كاين اللي تحبوا رقيق. شوفوا كيفاش يجي على داخل، جي هايل راكو تشوفوا فيه. كاين اللي يحبوا يحمروه مع الجناب، تعاودي تشعلي له دخليه تستفيه هكا في سنيوه كامل ودخليه للفرن يحمر لك وتقلبيه الجهه الاخرى ايضا. هكذا كيجي شغل يابس شويه، انا نحبو هكذا يجي طري برك. كل وحده والرغبه ديالها طبعا. هذه هي الوصفه اللي كانت نهار اليوم، ان شاء الله تكون نالت اعجابكم. وهنا ما بقى لي غير نقول لكم استودعكم الرحمن الذي احبكم فيه. نلتقي في فيديو جديد ووصفه جديده دائما مع آلاء لجين. سلام.